بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج صقور الشعراء في الوطن العربي على منصة أكاديمية الشعراء العرب. رئيس مجلس الإدارة الأديب الدكتور أشرف هاشم حسين، معكم سماح مشعل. أهلا وسهلا أستاذ عبير، دكتور علي، ضيفنا العزيز الأستاذ توفيق جباري. أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحتم طمنوني على البث، هل الصوت والصورة تمام؟ الصوت والصورة تمام. أهلا وسهلا معالي الدكتور حسن أحمد أبو عفيفة، الأب الروحي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصقر العربي الثقافية. أهلا وسهلا بجميع السادة المشاهدين في برنامج صقور الشعراء في الوطن العربي كما تعودنا كل خميس. يا ريت بس لو سمحتم تطمنوني على الصوت والصورة. أستاذ سمير إبراهيم أهلا وسهلا. أستاذ محمد ناجي تمام يا أستاذ محمد، جزاك الله كل خير. تمام يا أستاذ عبير. تمام يا أستاذة إلهام، أهلا وسهلا بيكي. طيب أحاول أعلي الصوت إن شاء الله كده يظبط. على بركة الله نبدأ ليلتنا وفعاليات برنامجنا. الحقيقة أحب أقول كل عام وحضراتكم طيبين وبخير. هذه الليلة المباركة يجتمع فيها شرف الزمانين. إن شاء الله ستبدأ ليلة النصف من شعبان وتوافقها ليلة الجمعة. وليلة النصف من شعبان هي الليلة التي أرضى فيها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبر خاطره بالقبلة التي كان يتمناها. وقد قال عطاء بن يسار عنها: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. قال عنها ابن عطاء بن يسار عنها: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا المشرك أو المشاحن أو قاطع رحم. ادعوا كثيرا واستغفروا هذه الليلة فإنها ليلة مباركة، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بالصلاة عليه تقضى الحوائج، والدعاء لب العبادة. تقبل الله منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. أستاذ أيمن حلمي أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أشرف هاشم أهلا وسهلا بحضرتك، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصقر العربي الثقافية. جودي عامر أهلا وسهلا. أستاذ أمال، دكتور نجيب أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. إن شاء الله النهاردة هنبدأ فعاليات حلقتنا، ومعنا الأستاذ توفيق الجباري والأستاذ خميس سعدي من تونس، الشعراء اللذان سنشرف بهم هذه الليلة.
إن شاء الله تكون حلقة موفقة. أهلا منار، أهلا وسهلا بيكي. أستاذ وحيد الجوهري، أهلا وسهلا بحضرتك. لايك وشير لو سمحتوا، لايك وشير للبث علشان يقوى معانا. دكتور نجيب، للأسف أنا مش لاقية حضرتك علشان أضمك. أستاذ توفيق الجباري، أنا بعت لحضرتك طلب. مساء الورد يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بعت لحضرتك طلب ومكتوب جاري الإضافة، أتمنى إن حضرتك تستقبل الإضافة. تم الرفض. طيب يا فندم لو سمحت تدخل من الأكاديمية، تدخل من الأكاديمية بعد إذن حضرتك، مش من صفحتي الشخصية أو من الصفحة الرئيسية للفيسبوك. دكتور أنا قبلت طلب حضرتك. دكتور أشرف، أنا قبلت طلب حضرتك. تم الرفض أيضا يا دكتور. دكتورة مي صالح، أهلا وسهلا بحضرتك، صديقتي الغالية وصديقة البرنامج وكل البثوث على مجموعة الصقر العربي الثقافية. أستاذ عبد الكريم أحمد الجريش، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة أمنة ناجي المشكي، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا منار، أهلا بيكي. أنا هبعت لحضرتك الدعوة يا دكتور. أنا أرسلت بالفعل يا دكتور. إن شاء الله يا أستاذة أمال، أهلا وسهلا بيكي. أستاذ خميس السعدي، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ شاكر إلياس، أهلا وسهلا بحضرتك. دمتي بكل خير يا أستاذة أمنة. أستاذ فاضل الحماد، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك، إن شاء الله تكون الحمد صحتك لله، تمام. نحمد ربنا. كل عام وحضرتك وحضرتك بخير طيب يا رب. وبخير. مش عارف ليه انت طمنا مش عليك يا ظاهرة دكتور. عندي. وحضرتك مش ظاهر طب عندي هبعت لك برضو. الطلب. طيب اتفضل. يا أستاذ مصطفى جعفر العروي، أهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وحضرتك طيب وبخير. ضيوفنا الكرام موجودين معانا على البث، أستاذ خميس السعدي وأستاذ توفيق الجباري، أهلا وسهلا بحضراتكم. أستاذ أبو إياد أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذة نجوى الفرارجي صديقتنا. أستاذ سليم سالم، أهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وحضراتكم طيبين وبخير في هذه الأيام المباركة، وإن لله نفحات فتعرضوا لها. يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنا قبلت طلب حضرتك يا دكتور. الخير يا يا دكتورة دكتور. صباح، ازيك؟ حضرتك برضو أنا مش شايفاك انا شايف ومش عارفة نفسي حضرتك بس. شايفني ولا لأ. وأنا شايفة ما نفسي اعرفش. بس. هل الجمهور شايف مش عارفة هل الجمهور هل شايفنا احنا السادة الاثنين ولا شايف ولا شايف حد بس؟ أنا بسأل، هل حضراتكم شايفين الدكتور وشايفيني ولا شايفيني أنا بس، أو شايفين مين حضراتكم؟ يا ريت لايك وشير للبث لو سمحتم. طيب. منتظرة بس الكومنتات أعرف هما شايفين مش حضرتك مشكلة ولا. يشوفوني والله يعني. انا تعبان فمش مشكلة يشوفوني يعني. شفاك الله وعافاك يا دكتور، ويعني ربنا يشفي كل مريض يا رب. وبنقول للدكتور حسن ألف سلامة على أخو حضرتك، شفاه من الله وعافاه. دعواتنا
اخو دكتور حسن، ربنا يشفيه ويعافيه. دعوتنا لكل مريض بالشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم امين. استاذ محمد النادي بيقول واضح الصوره. طيب واضح صوره الدكتور؟ شايفيننا، هما تمام شايفيننا يعني يا يا دكتور، دكتوره هما سماح، انا شايفين. طالع معاكي تمام. بس عشان اتفضل. اقول كلمتين اتنين وهخرج، مش هطول عليكي عشان خاطر ضيوفك الكرام. ولكن انا عايز اقول تمام. لحضرتك حاجه، يعني آه، اللي بيطلع معاكي في البرنامج هو له الشرف انه بيطلع معاكي. يعني الحمد لله. شرف لاي حد انه يكون متواجد معاكي في برنامجك، شرف لاي حد انه يكون آه، في صحبه او من صحبه البرنامج او مع الضيوف الكرام او مع الحاضرين المتابعين لبرامجنا، لانهم ناس قامات وقيمه كبيره، بنعتز بهم، بنعتز بهم. آه، عايز بس الفت نظر حضرتك لحاجه. دكتوره اتفضل يا سماح، فندم. انت معاكي 120 الف متابع من مجموعه الصقر العربي، مظبوط؟ تمام. فانت من مظبوط. مركز تمام. قوه، انت من مركز قوه، انت اقوى من اي اذاعه موجوده، انت اقوى من اي حد. فعشان خاطري دكتور سيد الكرداوي، اهلا بحضرتك. تملي تملي كوني واثقه ان برنامجك اعلى، فهماني؟ اعلى واكبر من حاجات كتير. الدكتور للأسف خرج. طبعا أنا بشكر الدكتور على رأيه في البرنامج، وأيضا بشكر كل الضيوف اللي بيشاركونا فعاليات البرنامج وانضمامهم لينا. ولولا يعني الإدارة الحكيمة، ولولا الضيوف الكرام، ولولا يعني آه، مش عارفة، يعني عايزة أقول إن الحمد لله أنا أعتقد إن تقديم البرنامج بينال استحسان الجميع، وده فضل من ربنا وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنا بشكر كل ضيوفي اللي بيطلعوا معايا، ممتنة ليهم جدا. الحمد لله زي ما قال الدكتور، إحنا منصة كبيرة وعندنا 120 ألف مشاهد، وده من دواعي سرورنا وفخرنا، إن إحنا عندنا العدد الكبير ده. أستاذ ماجد الألفي، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ سيد الكرداوي، أمنا الغالية أستاذة وفاء سطوحي، أستاذة أم خضر، أهلا وسهلا. وإحنا بنتشرف بكل ضيوفنا وممتنين ليهم إن هما بينضموا معنا في البرنامج. أنا بعت الأستاذ خميس السعدي، وهبعت أيضا للأستاذ. أتمنى يعني يتثنى لي إضافة الضيوف الكرام عن الليلة. أيوة. مش عارفة هو النت فيه حاجة يا جماعة ولا إيه؟ يعني الإضافات بتتأخر جدا. إيه، دكتور من فضلك يعني يا ريت حضرتك تبعت لي طلب تاني. لا يوجد رد من الضيف. أستاذة فاطمة سيف، أهلا وسهلا بيكي. أستاذ مصطفى، كل الشكر لحضرتك. يعني العظمة لله وحده، ولكننا بنجتهد وبنبذل أقصى ما عندنا لكي ننجح، ولكي نترك أثر طيب في الحياة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب أستاذ توفيق الجباري، أنا بعت لحضرتك أستاذة كتابات أم خديجة من ده نور حضرتك، أهلا وسهلا بك. أستاذ توفيق وعليكم الجباري، السلام السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ توفيق الجباري، الشاعر القدير من تونس، ابن قرية المحجوبة. أهلا مساء وسهلا الخير. بحضرتك.
مساء المودة، مساء الشعر والأدب. أنا توفيق جباري، شاعر تونسي ابن قرية المحجوبة من ولاية الكاف، مدير مدرسة المحال على شرف المهنة، عضو في الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب، وفي الاتحاد الدولي للقلم الحر. أنا سعيد جدا بلقائكم في منبركم الأدبي هذا وتواجدي معكم، ولقاؤنا يسوده الأدب والشعر الذي هو تعبير عما يخالج أنفسنا من بوح عاطفي ووجداني واجتماعي وغيره، وهو إخراج لأحاسيس تجول في الوجدان وفي أخلادنا. أشارك بقصائدي في منابر دولية وأخرى وطنية، وأقوم بمداخلات عبر وسائل الإعلام التي تعنى بالثقافة وبالأدب بين الفينة والأخرى. وقد ساهمت في منجزين جماعيين، أحدهما شعريا تحت اسم في رحاب الوجدان، وآخر قصصي تحت عنوان نقص عليك فلا تشقى، ولي ديوان شعري تحت الطبع عنوانه همسات من قوافي المحجوبة. والمحجوبة هي بلدتي كما أسلفت الذكر سابقا، فيها ولدت وترعرعت وتعلمت ودرست في نفس المدرسة التي كنت تلميذا فيها، وهي منطقة ريفية ذات طبيعة غناء في زمن الرخاء طبعا، مما صقل وجداني وفكري. فالطبيعة بقحطها وبسخائها وبكرمها وببردها وحرها وكل متناقضاتها تلهم الشاعر الصورة والإحساس لتأتيه القصيدة. أما إذا ذهب إليها الشاعر فإن ذلك يكون ضربا من ضروب التكلف، ويفقد القصيدة صدق المشاعر ورونقها. هل تسمعيني دكتورة؟ سامع حضرتك كويس جدا، وبشكر حضرتك على المقدمة اللطيفة وعلى إن حضرتك عرفت نفسك للسادة الضيوف اللي بيشاهدونا على البث، وسعداء بوجود حضرتك معانا من تونس الشقيقة. وهذا هو الهدف الأسمى لبرنامجنا، تبادل الثقافات وتبادل الأدب. أستاذ صفية الجباري، أهلا وسهلا بحضرتك على منصة أكاديمية الشعراء العرب وفي ضيافة برنامج صقور الشعراء العرب. نسعد بوجود حضرتك. طيب، أهلا بك. الشاعر كنت أخشى أن السادة المشاهدين لا يفهمون لغة حضرتك، ولكنك سهلت علينا الأمر بالتحدث باللغة العربية الفصحى. وأعشق حد النخاع. الشاعر يكتب القصيدة ويقرأها مرات ومرات، ويكون الوقع والإبداع والإيقاع في مواقع الكلمات التي تكون الأبيات، لأن الشعر فن، والفن لغة النفوس، ولو كتب الفراق على الحروف لاندثر الأدب. إن الشعر جمال وبوح وشكوى. وهنا يستحضرني قول إيليا بوماضي وهو شاعر المهجر، حيث يقول: أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، تتغنى وعمرها بعض عام، فتبكي وقد تعيش طويلا. أيها ذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. العصفور يكتب ويتغنى ويغني للحياة، وعمره مختصر على أشهر عديدة أو سنوات، بينما بعض البشر يبكون وقد يتذمرون، ولو أن الله سبحانه وتعالى عز وجل من عليهم بالعمر المديد. البكاء والفرحة والحزن والغضب أحاسيس نعبر عنها نحن كبشر، لنا عقول حبانا الله بها، ولكن فسحة الأمل لابد أن نعيشها في أبهى تجلياتها. لذلك فالكتابة فن ورسم في نظري، ولوحة فسائية خالدة، وهي نابعة من المأساة كما قال الدكتور محمود المسعدي وهو معروف أديب تونسي: الأدب مأساة أو لا يكون. الحب والفراق والشوق والرجاء كلها أحاسيس نابعة من أزمات تشتد ثم تنفرج، وفي تولدها طاقة تمكن الأديب والشاعر من الكتابة الخالدة. لقصيدة توفيق، لا لحظة واحدة قبل القصيدة أستاذ توفيق إذا سمحت لي. شاعرنا يعني حضرتك واضح جدا أنك متمكن ومثقف وقارئ جيد جدا، غير أنك شاعر سنستمع إليه الآن وسنسعد بأعماله.
أستاذ توفيق، أي من متى حضرتك بدأت مشوارك الأدبي في عالم الشعر؟ منذ سنوات طوال، قبل وجود الانترنت، قبل اختراع الانترنت كنت اكتب في شكل جدادات، وكنت اراسل بعض الصحف مثل جريده الشروق عندنا في تونس. انا من مواليد 1964. اول قصيده كتبتها وانا ادرس في السنه السادسه من التعليم الابتدائي، نشرت وقتها في جريده بلادي. ومن ذلك الحين وانا اشرف بالكتابه واكتب بين الفينه والاخرى. كنا نراسل الجريده وتبقى القصيده ما يناهز الشهر حتى تبرز الوجود. وكنا وقتها نعاني الفرحه، نعانق الفرحه ونعانق الشوق لان هنالك ابداع. اليوم تطورت وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الى اخره، فيسرت علينا مهمه التواصل. انطلقنا من بوتقه الاذاعه، وانا اعمل في الاذاعه التونسيه، انطلقنا من الاذاعه المحليه الى المشاعل، الى ان اصبحنا نجوب اسقاع الارض. ودليل انني الان في برنامجكم، هذا البرنامج المتميز، ومع حضرتك وحضرتك وحضرات الدكاتره الموجودين الان. لو سمحتي بعض القصائد انشاتي. دعني اولا ارحب بالساده المشاهدين على منصه اكاديميه الشعراء العرب وبرنامج فور الشعراء في الوطن العربي، الاستاذه لويزا طه وهي ايضا من تونس، الاستاذ حفصيه ميرالهي، يعني هو الاسم بالانجلش انا قراته كده، استاذ نواف الجمال، الشاعر محمد الشمندي، الاستاذه يويو، والاستاذ ابو رياض المعماري. دكتور نجيب، انا ارسلت لحضرتك طلب ولكنك لم تستجيب، ارجو ان حضرتك ترسل طلب من عندك. لا حضرتك معايا وانا مش شايفه حد والله. اهلا وسهلا. ولا انا شايف، انا دخلت ولم ارى صورتك ولم ارى صورة الضيف الذي استحدثت. وانا ايضا لا اراك ولا ارى الضيف للاسف الشديد. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور نجيب. ولا يهمك دكتورة، انا لم ارى صورتك ولم ارى صورة الضيف، واستأنست بهذه المقدمة الجميلة التي قدمها. وكم هو رائع لو أسمعنا قصيدة من قصائده وتكلم عن أي نوع من الشعر، هل يكتب البحثي أو يكتب الفصيح، وفقط نريد أن نسمع الآن، نريد أن نسمع من الشعر. أسمع. أنا استأذنت منه بس يعني أرحب بالسادة الضيوف كالعادة. حضرتك عارف إن إحنا معانا متابعين وضيوف يجب أن نرحب بهم. أستاذة سهام بن شيخ، أهلا وسهلا بحضرتك. طيب هو السادة المشاهدين شايفيننا إحنا الثلاثة. نعود إلى ضيفنا العزيز الأستاذ توفيق الجباري، الشاعر والصحفي ومقدم برنامج، أعتقد اسم البرنامج إيه دكتور؟ اعرف بلادك، صح كده؟ نعم، هي فقرة من برنامج الأستاذ خميس السعدي، وهو إعلامي متميز. نعمل مع بعضنا يوم الأحد ضمن برنامج الناس الباهية للدكتورة إيناس طوير، وهي دكتورة في العلوم الثقافية. وأريد بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل لها لحسن تواصلها ولحسن تعاملها مع الكل. وكذلك أريد أن أعرب عن شكر وامتناني للأستاذ خميس السعدي، وهو رجل خلوق وتواصلي. الأستاذ خميس السعدي كان موجود معنا على البث يشاهد، ولكن الآن غير متواجد، فيعني إن شاء الله حين يعود سينضم إلينا. دعني قبل ما حضرتك تسمعنا أعمالك الإبداعية نرحب بالأستاذ جمال موسى أبو النيل والأستاذ موفق عثمان، وسأرحب بالجميع حين أشاهد أستاذة كوثر غانم. أهلا وسهلا، هي أيضا من تونس الشقيقة. اليوم معنا عدد كبير من الشعراء التونسيين، ونرحب بضيفنا الأستاذ توفيق الجباري من تونس. تفضل يا فندم، نستمع إلى حضرتك. أبدأ بمسك الكلام، وخير ما يبدأ به. مسك الكلام شراه كالورد، والورد نبل لذوي العقول الحصاف. مسك الكلام شراه كالورد، والورد نبل ذوي العقول الحصاف. أصغي يا صاحبي واجني من أقوالي، كما تجني من وردة حسن القطاف. خالط الناس ببسمة في المحيا،
بهي القوم في الورى كالأكناف. وخذ نصيحة من ذي حجن وحكمة من شيبة الأسلاف. فود الصديق طبق الطعام شهي لذيذه من الأصناف. واعترف بالجميل لخير صحب فرد الجميل من الإنصاف. ولا تكن للجميل بناكر المعروف فذاك لعمري من الإسفاف. واحذر من علمته نظم القوافي إذا لم يكن كامل الأوصاف. قد يتناسى يوما ويهجوك فلا يصوب المعوج من الأحقاف. الرمل تذروه الرياح ولن يبقى مجهودك ويذهب سدى من الإسراف. هذه قصيدة الأولى. قصيدة الثانية الجرح جرحي، ونحن نعبر عما يجيش في أخلادنا من أحاسيس. الجرح جرحي، الجرح إذا أثخن الظهر جرحي ولا يحس بألم الجرح سواي. الجرح إذا أثخن الظهر جرحي ولا يحس بألم الجرح سواي. تمنيت أن أرى جرحي بعيني وكيف أرى مكمنا بين الثنايا. تمنيت لو ينزف دون علمي وأن لا تكدر الأوجاع مني البقايا. فهل يشعر بالأوجاع غير جسمي وجسمي منهك مثخن متعب في أنايا. إذا مس مني الجرح جسما تداعى له بعض جسمي فتسمع فيه بكايا. تبكي العين إذا الوجع أصاب جسمي فهل بكت عيون لكم يوما سخايا. وهل تكدرت لكم أنفس من وجعي وهل مست كما كبعضي من الخلايا. وهل طال تكدر النفس فيكم إذا مت يوما سوى بعض يوم وفي الرزايا. ستبكي العين منكم لبعض وقت وينتهي، ستبكي العين منكم لبعض وقت وينتهي. وأغدو في قبر بعضا لذكر المنايا. ولكن جرحي يظل يأكل بعض أوصالي وأحس بجرحي وحدي دون سواي. ولو تكرمت جراح جسمي بالرتق تفضلا دون علم الورى فذاك بعض منايا. شئت هنالك قصيدة أريد أن أكرم فيها أبي وأمي اللذين أنجباني وربياني لو سمحتي. أكتب للشحرور والقدر، أكتب للشحرور إن غنى بلحن الصفا والحياة. أكتب للشحرور يقول مبتسما غني ودعك يا صاحبي من سبات. أكتب لعصفور يغني على الفنن وقد شبع من فتات. وأكتب للعين قد تبكي، وأكتب للعين قد تبكي لقلب تكدر صفه الآهات. وأكتب لأبي وقد شاب مفرقه وقد تخلى عن أجمل النغمات. ربما يرى زخما يعبر غمغمات. وأكتب لأمي إذا بكت عينها ينهمر على وجنتيها كم من الدمعات. وأكتب لها وقد خبزت شعيرا وأدفأتني في قر الليالي المدلهمات. وأكتب لملاءتها وأصالتها وجراحها، وأكتب لملاءتها وأصالتها وجراحها. وأكتب لغربتي في الأهل واللعنات. لعنات القدر تشهد جمر الفراق، فراق الأحبة ورغبة الانفلات. لذا أشوح بالعين عن قدري لأنسي بعض الجرح بالكلمات. هنالك قصيدة حول العاطفية، هي قصيدة عاطفية. دقيقة. وحضرتك عايز القصائد ولا عن القصائد الثلاث لو سمحت؟ دقيقة واحدة. نعم. طيب أرحب بضيفي الذي انضم إلى البث الأستاذ خميس سعدي من تونس الشقيقة أيضا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، تحياتي وأشواقي من تونس الخضراء إلى مصر الحبيبة، إلى كل أهالينا ولكل متابعينا على صفحة حضراتكم، هذه الصفحة الموقرة وهذه الأكاديمية الموقرة
شكرا وافرا، شكرا غزيرا، وممتن كثيرا لهذه الالتفاتة وهذا الوصال الجميل الذي يؤلف القلب بالقلب ويصل الروح بالروح ويعلي من شأن الكلمة حبا في طيب الكلام وجميل الألحان وعذب الوصل. ممتن كثيرا لهذا التلاقي وسعيد جدا بهذا الانضمام. أشكر كثيرا الأستاذ توفيق جباري الذي يعني وطد هذه الصلة ويسر سبلها. طبعا دائما نبتغي يعني مكارم الأخلاق، نبتغي الأشياء الجميلة، نسعى إلى بث القيم السمحة. كذلك دأبنا منذ أن يعني أدركنا أو بلغنا شيء من الإدراك والوعي في سن مبكرة. فهمنا الرسالة من ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، ليلة يعني فيها كثير من الفضل، إن شاء الله ندعو للجميع بالصحة بالعافية بدوام الخير إن شاء الله، بالعزة والإباء والنخوة لشعب فلسطين وأهلنا في فلسطين وسائر الأمة العربية. كل التحايا دكتورة سماح وكل التحايا لكل المتابعين. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا، ونحن سعداء جدا بأن حضرتك لبيت الدعوة وضيف عزيز تحل علينا الليلة. معنا أيضا الأديب الدكتور نجيب روفا السفري، أستاذ الأدب العربي بجامعة بيروت من لبنان الشقيقة. حبيت أعرف حضراتكم على الدكتور نجيب، وهو أحد أعمدة مجموعة الصقر العربي الثقافية، والتي نبث من خلال أكاديمية الشعراء العرب إحدى فروعها 8 اليوم فعاليات برنامج صقور الشعراء في الوطن العربي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أنا بدوري أرحب بالضيفين وأرحب بكلامهما ومقدمتيهما الحقيقة التي تبرهن أن تونس الخضراء هي في قلب الأدب العربي، والحمد لله أننا وصلنا إلى هذا المفرق الجميل الذي أصبحنا نرى رجالا في تونس ينافسون الأدباء العرب في معلوماتهم وفي تعمقهم وفي مفاهيم الأدب العربي. الحمد لله، هذا من عند الله شهب يوصلنا إلى مكان يلتقي فيه المغرب العربي بالشرق العربي الأوسط وبامتداده إلى شمال إفريقيا وإلى تونس بالذات، تونس الخضراء التي أنجبت أبا القاسم الشابي وغيره من الشعراء الكبار. أبدأ بالدكتور توفيق أو الشاعر توفيق، وأبدأ بمسك الكلام الذي تحدث فيه عن الكلمة الطيبة. الدكتور توفيق يتحدث عن الكلمة الطيبة، عن الشعر التوجيهي الإرشادي، الكلمة الطيبة على خبرته في أن لا تعلم القوافي لمن لا يستحق معرفة القوافي. الشعر هو شعر كلاسيكي، هو شعر عمودي يتميز بالصدر والعجز والقافية والوزن، ويعني ما لفت نظري سهولة اللفظة وعمق المعنى في الوقت ذاته، وهذا ما يدل على الخبرة التي يتمتع بها هذا الشاعر التونسي الجميل. ثم ينتقل إلى الجرح. الجرح هي أحزان الشاعر، هي وجدانيات الشاعر الذي يبقى دائما في حالة حزن، في حالة وحدة. الشاعر دائما يشعر أنه وحيد بين الناس، يشعر أن الناس غرباء عنه، وإن كان لا يستطيع أن يعيش بغير الناس، لكن هؤلاء الناس يذكرونه دائما أنه يختلف عنهم، أنه يعيش في عالم آخر غير العالم الذي نعيش به. ولذلك وجدت في القصيدة تقريبا مقارنة بين الشاعر والناس، وأن جرح الشاعر لا يعرفه سواه ولا يفهمه سواه، إذ لا يفهم الشاعر
إلا شاعر مثله تماما يشعر بهذا الحزن المستديم الذي يجعلنا نكتب، والذي يجعلنا في النهاية نستسلم للموت، ولكن جرحنا يبقى يفيض حتى ولو أن أجسادنا قد ذابت وذهبت. في القصيدة الثالثة يكتب عن الوالد ويكتب عن الأم، ويكتب عن الحياة التي يمكن أن يقدمها الوالدان لنا. وأيضا في كل هذه القصائد التي مر بها كان كلاسيكيا، وكان عموديا، وكان يعني يسير على خط واحد، إن كان في سهولة ألفاظه، وإن كان في جزالتها وبلاغتها وما إلى ذلك. يبقى أقول أنه قد أفاض في وصف الأم، لأن الأم طبعا هي أقرب إلى الشاعر، يعني أقرب إلى الإنسان بوجه خاص، وكيف تعبت وكيف كانت يعني تمارس أعمالها. في كل هذه القصائد التي مرت بنا، شعرت بشيء في هذا الشاعر، أنه يريد أن يوجه، يريد أن يرشد، يريد أنني سمعت شعرا هادفا ومفيدا، لم أسمع كلاما فقط، بل شعرا هادفا مفيدا في قالب جميل وفي قالب كلاسيكي راقي وسامي. شكرا لكم. شكرا لحضرتك دكتور نجيب على هذه الإطلالة التي نسعد بها دائما، ووجودك الذي يثري اللقاء دائما. أستاذ خميس السعدي، ممكن تعرف حضرتك للسادة المشاهدين؟ طيب، يعني خميس السعدي من مواليد 27 جانفي من عام 75. احتفلت أخيرا بمرور 50 سنة، إن شاء الله يا ربي بركة في العمر، مش طول سنوات إن شاء الله يا ربي. كل عام وحضرتك بخير، كل عام يعيشك وحضرتك ربي طيب. فضلك إن شاء الله. وهو شهر مبارك، لأنه فيه ولادة أمي زادة 10 جانفي، يعني الاحتفاء هو مضاعف الحقيقة، لأنه أحب هذا الشهر كثيرا. شهد ميلاد أمي وشهد ميلادي، وأنا أصغر إخوتي. يعني من حي الفلاحين، منطقة كقرية ريفية جميلة جدا، ساحرة ممتدة في الخضرة وفي جمال الطبيعة. نشأت في بيئة ريفية، تربية تقليدية، يعني تزامنت أو يعني ذهبت في نفس المسار مع تربية أكاديمية. تلقيت تعليمي لما بلغت يعني كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس، تخرجت منها أستاذا في اللغة العربية وآدابها، وأنا الآن مدرس. يعني الحمد لله، يعني مسيرة 25 سنة على يعني، وأنا أجوب المدارس والمعاهد التونسية. الآن عندي تجربة إذاعية، برنامج الناس الباهية راديو فيتا فام، وهو يعني على سبيل التطوع، متطوع في هذه الإذاعة الجمعياتية. واليوم يحتفى باليوم الوطني للإعلام الجمعياتي، وهنيئا لكل الإعلاميين ولكل هذه المنابر الطيبة. في علاقة بالأدب والشعر والكتابة، لا أدعي أنني شاعر، ولكن أقول يعني كلاما تفيض به الروح، حبا في الجمال، تثمينا للقيم، حبا في الأم، في الوطن، في المرأة، في تلميذ يعني جلس على مقعد الدراسة فرأيناه إنسانا، ورأيناه في مختلف أبعاده، فأردنا أن نبين له منهجا قد يتراءى لنا سليما، نحاول مثل ما فعل السابقون، نبهونا، أرشدونا، نحاول بمثل هذه الطريقة. يعني متحصل على القيادة في الكشافة، مدرب، يعني تحصلت على تكوين في تدريب الحياة، يعني مهتم بما كل ما هو فني، جمالي، ثقافي، تربوي، إنساني، خيري، هكذا. لا أدعي أني أنجزت أشياء كثيرة، ولكنني آمل من رب رحيم أن يكون لي في حيثما حللت أثرا طيبا. كتبت في الأم فقلت يعني أمي
هي السحر، هي الخير، هي الدنيا وما فيها. أبيت الليل أرقبها وفي الأحلام أدنيها. سنين العمر أبددها لأجلك أمي أفنيها. الدنيا أنت سكرها ومن سواك يحليها. هي الروح، هي الريحان، هي الأحزان تجليها. عشقت الصوت لما به تناديني أناديها. نعيب الأمة إذا شاخت، نعيب الأمة إذا شاخت، والعيب فينا لا فيها. أظل العمر خادمها، رحيق القلب أسقيها. ببرها ربي أوصاني يشفيني ويشفيها. رحماك ربي مغفرة، ولأمي في الدنا فرحا وبالإحسان جازيها. وسخر لها كل ذي قلب رحيم بها، يسليها يحدثها يعانقها، عناق الشوق يهديها. وهيئ روحي لها سكنا ومن الجنان أعاليها. أوصيك ابني بأمك من بعد ربي أنت راعيها. فلا أف ولا نهر وغاليتي أدعوك ربي تسميها. تنال السعد والفضل من الرحمن، ثمار الخير تجنيها. أجمل ما في الله الشعر الله هو الله. سهولته. إذا كان الشعر سهلا على اللسان وقريبا من الأذان فهو إبداع. سمعت قصيدة وهي قصيدة تعتمد الأسلوب السهل، لكنه الأسلوب المنظم، الأسلوب المتقن، الأسلوب الذي ينطلق من حسن تجانس الكلمات وحسن تنسيق الجملة الشعرية أو البيت الشعري. لغة شعرية جميلة تحمل أيضا نظرة إرشادية توجيهية، ولكنها لغة ماسية السكب، كذلك مليئة بالإحساس، فياضة بالعواطف، جميلة لأنها قريبة منا، لأنها تمس وجداننا بسهولة. وأنا أثني على هذه القصيدة الجميلة وأرى فيها أيضا ما بين الحداثة وبين الكلاسيكية. يعني الشعر لم يتخلى عن عمودية الشعر، لم يتخلى عن التفعيلة، ولكن في الوقت نفسه سمح لنفسه أن يقول أنا إنسان حضاري نهضوي، أنا إنسان أكتب بلغة جديدة، بحرف جديد، بهيئة جديدة للشعر العربي. شكرا لك. شكرا لحضرتك، وممتن كثيرا لهذا الإطراء الجميل. شكرا من القلب. بعد إذنك، يعني الحقيقة أنا يعني في سعادة غامرة. هذا الأمر يسعدني، فأردف بقصيدة أخرى. ترى عنوانها ترى هل أنت مدركة بأن الشوق يرهقني وأن الدمع أذرفه، فمتى بالله ألاقيك؟ أبيت الليل أذكرك ونمت، وماذا يعنيك؟ لمن بات يرقبك فهل أوجاعي ترضيك؟ كلامي الحلو أنساه ومات الحرف في، وكيف لي تذكره؟ وشهد القول في فيك. عطور الكون يسكبها وكذا النجوم أقطفها، رحيق القلب أهديك. ترى هل أنت مدركة بأنك نصفي الثاني، وأنك في الدجى قمري وعند التيه عنواني؟ تبوح الروح للروح تناجيها أناجيك. نبضات قلبي دندنة، شدو العصافير يسليك. صلواتي لربي وأدعيتي، فلعل الله يهديك. أنا سمعت قصيدة عاطفية جميلة جدا، وهذه القصيدة لا تختلف عن سابقتها في سهولتها
وفي فيضها بتلك الأحاسيس والعواطف والأنغام التي ترافقها حتى في ما بين يعني حتى في المقطع الواحد هناك قافيتان وهناك أيضا نغمان، بالمعنى الذي أقوله الآن. أنا أمام قصيدة حديثة هيكليا، حديثة في بنائها وفي معناها أيضا، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا شاعر حديث وشاعر منفتح وشاعر صاحب قلب واسع وشاعر يحب بصدق وإحساس وحياة. شعرك فيه حياة، فيه صورة، فيه فكرة، فيه خيال، فيه قيمة. لذلك أنا أعتبر هذه القصيدة من أجمل ما سمعته اليوم في الشعر العاطفي، وشكرا لك. الله يبارك فيك، الله ينورك، شكرا. أنا الامتنان لي لحضرتك. فأردف بالقصيدة الثالثة: وفي معنى الحب لا تغيب قبل ما تونس. أستاذ نعم اسمعوني يا جماعة، أستأذنك نعم. قبل ما تبدأ بالقصيدة الثالثة أرحب بالسادة الضيوف الموجودين معنا على البث: الأستاذ عبد الباسط أحمد الطاهر، الأستاذ جلال هميلة، الأستاذة سعاد، الأستاذ فهد النهيري، الأستاذ محمد أحمد فليفلة اللي هيكون له مداخلة معنا بعد قليل، الأستاذة رحاب، وأولو الألباب الأستاذ داليندا سامي، أبو عصام الغيلي، الأستاذ عبد الفتاح أحمد الغنيمي. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. والتعليقات يا أستاذ خميس جميعها ثناء على أشعار حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد السنوسي أيضا. وأنا عايزة أقول لحضرتك الحقيقة أنا أسعد جدا حينما أستمع إلى شاعر وتلمس كلماته وجداني، لأن أشعار حضرتك تتسم بالصدق وتتسم بالجمال. أسفة على المقاطعة، ولكن دائما تعودنا أن نرحب بالسادة المتابعين. أكيد. الشكر لحضرتك والشكر موصول لكل المتابعين، ورحب أنا بدوري بكل من التحق بنا الآن. طبعا كلام فيه صدق، أكيد هذا يسعدني. طبعا الكلمة التي لا تكون مصداقا لما في الروح، لما في القلب، لما في الوجدان، هي كلمة فضفاضة ولا تعني شيئا. لذلك كذلك شمل حبي مثل ما شمل تقديري البالغ يعني للمرأة، مثل ما شمل حبي الأم، كذلك شمل حبي بلا ريب وطني تونس، وطبعا سائر البلدان العربية من خلالها تحية لكل الدول البلدان العربية. وشمل حبي أيضا فلسطين في كثير من النواحي، بكثير من فأقول عن تونس في قصيدة سميتها إني عشقتك، وتلونت وتعطرت، باءت بما في الروح من أسرار، قطر الندى، رجع الصدى، صوت الربابة ورونق الأوتار، خلعت قميص الجبن لما دنا منها حبيب، وارتمى في الحضن مثلما يحتمي العصفور بالأشجار في الأوكار. قالت كلاما ساحرا، ما أجمل الكلام الساحر لما يكون كوقع النسيم الدافئ وزخة الأمتار، لونها لون الورود تلحف بأبيض، لون الصفاء والوقار، وزاده حسنا قبس من النور وبوح من الأزهار، نامت على صدر عشيق أحبها وأقسم أن لا يخون، مهما ترى له الحسن، حسن فاتنة القلوب، سمح الخليقة في مطلع الشمس أو وقت الغروب والأسحار. يا تونس الخضراء إني عشقتك، أنت المنى والحسن، أنت الملاذ يا أجمل الديار. وأيضا في هذه القصيدة نجد الصدق ونجد الإمتاع ونجد السهولة والبساطة. دكتورة سماح، لغة الشعرية لغة متمكنة،
وهو يستعمل التشطير. التشطير يعني وجود كلمات متناسقة في بيت واحد. وارتمى مثلما، سمعت كيف؟ وارتمى مثلما يعني ويكمل ويصل إلى القافية التي يريدها بإتقان. يعني الرجل يستعمل الأذن الموسيقية أكثر مما يستعمل الأشياء الأخرى. هو يكتب القصيدة بحرية وبنوع يعني لا يملكه سواه. تنساب اللغة بين يديه. هو فعلا شاعر متمكن. نعم. وشاعر نعم، هذا ما أردت أن ألفت نظرك فيه فقط لا أكثر. قصيدة جميلة، قصيدة جميلة عن تونس. لقد أنثتها وهي جميلة. تونس جميلة شكرا. وأنت جعلتها في القصيدة. عندك جمالها من جمالك أجمل. طبعا الشاعر دائما هو أجمل من كل شيء. شكرا شكرا شكرا، ممتن كثيرا. وأنا أحب كل من يحب أمي، وكل من يحب وطني، وكل من يحب الأمة العربية، وكل من يدافع عن القضية الفلسطينية أحبه وأعلي من شأنه. ونحن أيضا معك في هذا، وفي الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ولإخوتنا في فلسطين. الحقيقة نحن منصة لا نهتم فقط بالأدب، ولكن أيضا نهتم بالشأن العربي، لأن هذا الجرح جرحنا جميعا. يعني هذا الجرح الذي لا يندمل هو خنجر في صدر الأمة العربية. نسأل الله العلي العظيم بحق هذه الليلة المباركة. أيوة يا لويزا، النهاردة ليلة النصف من شعبان، فنسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير في هذه الليلة المباركة أن يكن لهم عونا ونصيرا، وأن يرفع عنهم هذه الغمة عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أحب أن أرحب بصديقتنا الأستاذة رجية الرضا، القديرة نهلة سرطاوي، والشاعر الكبير عادل أبو الليف العبابدة. أهلا وسهلا، وكل عام وحضرتك طيب وبخير. أجدد التحية والترحيب لحضراتكم جميعا، كلا باسمه وصفته. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ توفيق نعم، أهلا وسهلا. لدي قصيدة بعنوان ودق الصبابة هلا. ودق الصبابة هلا وفيه من مزن، فطرق الفؤاد وبات القلب سكرانا. ذات دل تميس كأنها البدر، بل البدر يخر لهدب العين امتنانا. صبابة وله وعشق الحبيب يؤلمني، تأرقت والكرى يجفو العين أحيانا. وقلت ما للفؤاد بذكر الحبيب متيم، وقلت ما للفؤاد بذكر الحبيب متيم، وما لإنسان عيني ظل يقظانا، وما لدقات قلبي يزداد طرقها، يسمعها العشاق ألوانا وألوانا. وما لعين تذرف الدمع من مقلة، لعمر تبكي فقد الحبيب أزمانا. يا عابرا للسبيل سل العاشقين، يا عابرا للسبيل سل العاشقين، تمنيت لو رمس الحبيبة كان أكفانا. تمنيت لو شعرها ما ذرته الرياح، ولم يلمس الوجه مني خجلانا. تمنيت خدها الأسيل يظل محمرا، تمنيت خدها الأسيل يظل محمرا، يرشح في الذكر حيطانا وجدرانا. سل قيسا وليلى وجميل بثينة عن الحب، وسل عبلى وعنطرة، وسل متيما والهانا. وسل القصائد كم تغنى بها الشعراء، وسل القصائد كم تغنى بها الشعراء، أدامت شروخ الحب في القلب أزمانا. وشكرا. دكتور نجيب اتفضل. إذا كان الشاعر له قدرة على أن ينسق بين المعنى وبين المبنى، كان من حقنا أن ندعوه شاعرا. ولذلك أنا أدعو
الشاعر توفيق شاعر بحق، لأنه يعرف كيف يجانس ما بين المبنى والمعنى، يعرف تماما يعرف ويدرك، وذكي في هذا التجانس، ذكي جدا في هذا التجانس. يعرف أن الجملة ليست فقط جسدا، إنما أيضا معنى، وإنما أيضا قيمة، وإنما أيضا روحا، فهو ينبث روحه في هذه الأبيات. سمعت أبياتا جميلة وسمعت لغة جميلة، صحيح أنها سهلة لكنها أيضا محبوكة بطريقة ذكية جدا، مما يعني أنه شاعر بالفطرة، وأن هذه كلها تأتيه عفوية، ولا يسعى إلى أن يصطاد كلمة من هنا أو كلمة من هناك. هو قادر ومقتدر على إنشاء قصيدة يتجانس فيها معناها بمبناها، لذلك من حقه أن يقال عنه شاعر مبدع. شكرا لك. كل الشكر والتقدير. في تعليق الحقيقة حبيت أنقل لكم تعليق الأستاذ جمال موسى أبو النيل، بيقول: ما شاء الله، كلمات تعود بنا إلى العصر الشعري الجميل. الحقيقة يعني هذه ليلة شعرية ممتعة بوجود حضراتكم ضيوفنا الكرام، وكما يعني أقول أن الشعر رسول، فاستطعتم أن تبلغوا رسالتكم من خلال كلماتكم وقصائدكم البديعة الحقيقة. وأنا بكرر شكري للأستاذ توفيق الجباري إنه قبل الدعوة، ضيف عزيز، وأيضا لحضرتك يا أستاذ خميس حسون. دعوني أرحب بالأستاذ عبد الستار السعدي. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتكم نعم. سامعيني؟ حضرتك أستاذ خميس خميس، نعم. سوري احنا خميس نعم، السعدي. احنا ننطقوها بتسكين الخاء، فنقولوا خميس، هكذا خميس. نعم، احنا عندنا بنقول الخميس في مصر واليوم الخميس، وغدا جمعة ان شاء الله مبارك على الجميع، ان شاء الله بالخير والصحة والسلام. اللهم امين يا رب العالمين. هتسمعنا ايه حضرتك؟ والله لك الإبداع. يعني كما أسلفت، يعني دائما يحضر في ما أكتبه، ما يتراءى معناها كلاما مرقونا أو مكتوبا، يعني كله عنده علاقة بمن حولي، بالأشياء التي حولي، بالناس من حولي. أبث دائما هكذا المعنى بتاع معنى الحث على الأمل، فمن بين الأطراف الموجودة من الداخل في حياتي هو تلميذي، فقلت بعض الكلمات أو يعني قليلة، أسطر قليلة، ولكن فيها ما فيها من المحبة لتلميذي، للطلبة اللي ندرسهم. فقلت في بعض، قلت: فيضي، توجهت إلى روحي، قلت لها: فيضي يا روحي فيضي، حبا في تلاميذي، يقول النجم عنهم ضوئي، ويقول البرق هم وميضي، وفي المحراب داع سلم سلم يا حفيظي. الله. ودائما الشعر الذي يخرج من الروح يصل هو إلى شعر الروح. إيقاع، هو شعر إيقاع بامتياز. فيضي تلاميذي، شعر إيقاع طبعا، المعنى موجود، ولا يعني الحشو موجود دائما، وما يريد أن يقوله واضح، ولكن الإيقاع هنا يتميز عن غيره. فيضي يعني أنت تسمعين موسيقى حتى لا يفوتك دكتورة سماح، يعني يعني بكل تواضع، وهذا من ربي سبحانه وتعالى، أني عندي يعني كما أسلفت في تقديم شخصي المتواضع لسيادتك امبارح أو قلت امبارح، يعني عندي محاولة تلحينية،
هكذا تجري الكلمة طوعا، لا أكرهها على أنها تأتي يعني بالإكراه، ولكن تأتي طوعا لا كرها. لذلك إن شاء الله يا ربي نأمل أن تلقى القبول عند الناس. مثلا قلت، وكانت هي أيضا تلميذتي في يوم ما، هي ابنتي، قلت في بحر حبها تاه اللسان، ماتت حروف القول لا أتكلم، طفل أمامها أتأتئ أتلعثم، وهي الفصاحة والبيان الأقوم. ماذا أقول في أوصافها؟ عسل مصفى أم زهرة أم بلسم، أم هي روض من رياض السحر الملهم؟ هي في الصباح شمس تشرق، هي في السماء الطير الحوم، فهل علمتم من هي؟ هي حلوتي وحبيبتي وصغيرتي مريم. الله الله الله. رأيت الإيقاع طبعا كيف طبعا. كيف نعم، هو كلامه موثق بدون نعم. موسيقى الحقيقة يعني. يعني ربنا يعيش يبارك لحضرتك يعيش في مريم ويجعلها قرة يعيش. لك إن شاء الله. برحب بالأستاذة بسمة رزقي، والأستاذة ندوى الأمين، والأستاذة عزة أحمد. الحمد لله على السلامة يا أستاذة عزة. الأستاذة كوثر غانم صديقتنا الدائمة لبرنامج ذكور الشعراء في الوطن العربي، وهي من تونس أيضا، عاملة مظاهرة في التعليقات، خمسة وخميسة على تونس، وما شاء الله على تونس. يعني احنا سعداء جدا الحقيقة بهذه الليلة الخضراء، كما تونس الخضراء الحقيقة. يعني سعداء جدا بحضراتكم. ومعنا شيخ الشعراء نجيب روفا سفري، أستاذ الأدب في جامعة بيروت. لا تفوتنا الليلة بدون أن نسمع من حضرتك يا دكتور نجيب. بل موجودين الإخوان هلا، بعدين أنا مش ضروري أنا هلا يعني. ضروري طبعا، أكيد ضروري. احنا برنامج شعر، يعني كل اللي يظهر معانا لازم يقول شعر ما عدا أنا. طيب أوكي، ولا يهمك. إذا حضرتك لو مش جاهز نسمع الأستاذ توفيق قبل ما حضرتك أوكي، تجهز. ولا يهمك. نعم. قصيدتي: هل تحب الوطن؟ هل تحب ثرى البلاد في الوطن؟ وهل تحب في الأرض رمس الوجود؟ هل تحب ثرى البلاد في الوطن؟ وهل تحب في الأرض رمس الجدود؟ هل تحب الهوية في البلاد؟ وهل تحب أم تكره رسم الحدود؟ وهل تحب أوزان شعر تقيدك؟ أم تراك حرا طليقا بلا قيود؟ أنا أحب ورد الربا في البلاد، أنا أحب ورد الربا في البلاد، وأحب فلا ونرجسا وعطر الورود، وأحب نخلة في الأعالي شامخة، وأحب نخلة في الأعالي شامخة، وأحب خرير الماء من السدود، وأحب شحرورا يغني على الفنن، وأحب دندنة على وتر العود، وأحب الصبايا العذار أنا الإنسان، وأحب الصبايا العذار أنا الإنسان، وأحب الوفاء من خل ودود، وأعشق الجبال في الكاف شاهقة، وأعشق الجبال في الكاف شاهقة، والكاف هي ولاية الكاف من الجمهورية التونسية. وأعشق الجبال في الكاف شاهقة، وأعشق الباز والصقر وحمرة في الخدود، من خجل الصبايا حين يرين وردة، وحين يمطرن بمعسول الكلام وكم الوعود. أحب نسمة أو هبة ريح وثلج وزمهرير، وأعشق في ذات كل الوجود، وأحب أمي ولهجتي وأبي وهويتي، وأحب في ذات طفلا صغيرا قد فرح بكم من الوعود. وشكرا. قصيدة شاملة. شكرا لهذا الإبداع. نحن كمان نشكرك لهذا الإبداع يا أستاذ توفيق، الحقيقة يعني إحنا مستمتعين جدا كل بهذه الشكر الحلقة. قصيدة شاملة وتتمتع بكافة المقتضرات المقومات للإبداع بصراحة.
نريد أن نستمع إلى شيخ الشعراء دكتور نجيب. في صدري غيمة من دخان أخاف أن أخرجها فيسعل الكون بها، وأخاف أن أتركها فتدخل قلبي فتصبح خفقاته أسيرة عندها. في صدري غيمة من دخان أخاف أن أخرجها فيسعل الكون بها، وأخاف أن أتركها فتدخل قلبي فتصبح خفقاته أسيرة عندها. من أين هب هذا الغبار في الصدر الحنون، وكل أهاتي لها عيون موزونة تعرف أين تكون. هادئة عاقلة لا تعرف الجنون. في صدري أسئلة ليس عندي لها جواب، كل سؤال امرأة يراها يداها على خصرتيها تقف وتنظر وراء الباب، تقول لنفسها أنا هي، وهي ليست هي. من يعشق من لا يرى إلا ظلها خلف الضباب. في صدري أسئلة ليس عندي لها جواب، كل سؤال امرأة يداها على خصرتيها تقف وتنظر وراء الباب، تقول لنفسها أنا هي، وهي ليست هي. من يعشق من لا يرى إلا ظلها خلف الباب. في صدرتي غيمة صارت حجاب، كأن روحي في السماء وكأن قلبي في التراب. فلماذا يا غيوم صدري لا تمطرين؟ لماذا ما زلت تكابرين؟ أم نموز شهر الصابرين تصبح النار فيه التراب. في صدري غيمة صارت حجاب، كأن روحي في السماء وكأن قلبي في التراب. فلماذا يا غيوم صدري لا تمطرين؟ لماذا ما زلت تكابرين؟ أم أن تموز شهر الصابرين تصبح النار فيه في اقتراب. في صدري حب قديم لم يزل في عمر الشباب، يتأرجح بين ضلوعي لا يعي أن الربيع غاب. في صدر عشق ما زال يمشي في قلبي بأبهى الثياب. لا أنا أتيت عنه ولا أنا تبت عنه، ولا هو عني تاب، ولا هو عني تاب. وهذا هو السحر الحلال. هذه الليلة ليلة إبداعية بامتياز. نعود إلى الأستاذ خميس سعدي. أهلا وسهلا. صح كده؟ تقديري للدكتور نجيب ما شاء الله يعطيه الف صحة. في أتيه في عيون المرأة قلت أتيه عند عينيك، أتيه عند عينيك حبيس الماضي والآتي، جميل الزهر يهديك يفوح من حكاياتي كفجر باح بالسر، كطفل يلهو منتشيا عشيقا في البدايات، لهيب الشوق مضطرم وأنت يا منى قلبي أصبت الروح بالوجع، وقد أضناني الهجر وغنى الطير مأساتي. كنت للروح شفاء، كنت أغلى الأمنيات، كنت في الشعر القوافي، كنت في الروض ورودا، كنت لحن الأغنيات. فابعدي ما شئت عني، لم يعد في القلب نبض حين دست ذكرياتي، لم يعد حلوا هواك هكذا أحلى حياتي، وامكثي مثل ما شئت في رفوف الذكريات.
رائع رائع وأكثر الحقيقة. هو مين خرج من البث يا جماعة؟ دكتور نعم توفيق حضرتك معانا؟ أستاذ نعم توفيق؟ نعم دكتور نعم طيب النت نعم. عنده. طيب لحظة واحدة بعد إذنكم. دكتور أشرف حضرتك عامل علامة استفهام تحت على إيه؟ يعني أنا مش حضرتك يعني في حاجة معينة ولا؟ لأن التعليقات بتجري الحقيقة. أنا لو حضرتك كتبت حاجة يا ريت بعد إذنك تكتبها تاني. طيب خليني أرحب بالأستاذ محمد البلشي، شاعرتنا الأستاذة ناهد شريف، مهندس زراعي شاعر وإعلامي. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هو كاتب كده. عبد العزيز آيات وبن سودان لاشين. أهلا وسهلا بكل ضيوفنا المتابعين للبث. لايك وشير لو سمحتم، لايك وشير علشان البث يثبت ويقوى. بنجدد التحية والترحيب بحضراتكم جميعا. دكتور نجيب خرج، أكيد النت عنده. يا دكتور نجيب بعد إذنك تبعت لي طلب، لأن اسم حضرتك مش موجود قدامي. أستاذة ندوى الأمين، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أشرف اللي موجود قدامي الحساب بتاع أشرف المصري، مش بتاع الأديب أشرف هاشم. ده الحساب اللي موجود قدامي. لا ازاي يا أستاذة لويزا؟ مع حضرتك والله، مع حضرتك. بس ورديت عليك وقلت لك النهارده فعلا ليلة النصف من شعبان، كل عام وأنت طيبة وبخير. طيب أتمنى دكتور حضرتك تبعت لي طلب من عندك، لأني مش لاقية اسم حضرتك. عودة إلى أستاذ محمد أحمد فليفلة. حضرتك خليك معانا، لأن حضرتك ليك مداخلة معانا إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد ناجي الصقر، شكرا جزيلا. السادة المشاهدين بيبعتوا لحضراتكم تحية لضيوفنا المتواجدين معانا على البث. طيب في سؤال من أحد الأعضاء بيقول: هل الشعر يورث أم لا؟ أسمع إجابة حضراتكم، يعني أستاذ توفيق الأول وبعدين نعم. ناخد إجابة الأستاذ. الشعر يمكن أن يورث ويمكن لا يورث، لأنه الشعر هو الشاعر هو ابن بيئته، ويستقي العبارات من والده ومن أمه ومن المدرسة ومن المعلم. إذا امتلك القدرة على الكلام وامتلك ضروب القول فذلك مكتسب، إلى جانب الوجدان وإلى جانب القريحة وإلى جانب أن يعبر عما يخالج ذاته ونفسه. ففي ذلك ازدواج بين التوريث والمكتسب، فهو مكتسب ويورث بمعنى صقل المواهب وبمعنى توريث اللغة العربية القحة. نعم. لي قصيدة إن شئت يا أديبتنا الكريمة. طيب ناخد رأي الأستاذ خميس. نعم. بعدين نرجع لحضرتك نسمع. طيب نعم شكرا. طيب أنا باعتباري معناها مدرس للغة العربية، باعتبار هذا التكوين الذي تلقيته على مقاعد الدراسة ثم في الجامعة ثم ممارسة، طبعا استزدت من معارفي في اللغة وهي بحر يعني لا ينفد من المعاني والكلمات وما إلى ذلك. في علاقة بكل هذا بالمدونة الشعرية، طبعا تمكنت من أن يكون عندي معناها التفاتة للأدب القديم، لأدب يعني السنة الأولى للهجرة ثم الثانية لغير ذلك، إلى ما وصلنا إليه اليوم من كتابات الشعراء. في الأثناء كل هذا كوم كما تقولون في مصر، كل هذا يعني أكاديمي تكويني اللي سماه سيدي توفيق جباري المعرفة باللغة وأفانينها والصيغ والأساليب والطرق القول وما إلى ذلك. هذا مهم، هذا مهم جدا، لأنه الحقيقة الشاعر يجب أن يكتب صيغة وأسلوبا ورسما للكلمات بشكل صحيح. هذا يعني لا غنى عنه، يعني التدرب ممكن يومي والسؤال وما إلى ذلك يستزيد من المعارف. لكن بالنسبة لتقديري الشخصي أنا نشأت كما أسلفت في البداية في بيئة حاضنة، بيئة ريفية ممتدة، بيئة تسمح لك بأن يكون لك خيال واسع. نشأت
في بيئة قروية الناس يجري على لسانهم الكلام سهلا رخوا، يعني يجري طيعا، الفذلكة، الدعابة، حب الوطن، التجذر في الأرض، التعلق بالشجرة، بالأم، بكل هذه المعاني والقيم مهمة جدا، هي التي تغرس فينا حب القول وحب المعنى وتقدير القيمة. فيأتي كل هذا يعني نسوغه في معنى، بالإضافة إلى أن الإنسان إذا غاب عنه الإحساس في تقديري، وإذا غاب عنه الجانب الروحي، فلم يعد إنسانا. الإنسان بالأساس هو روح وإحساس. إذا لم يكن ذا إحساس فلن يكون هو حتى تذوق الشعر يتطلب الإحساس الجميل، فما بالك بمن يكتب الشعر أو يقول الشعر. هو طبعا ما فيش شك ان احيانا اهلا وسهلا بالدكتور اشرف. اولا اهلا وسهلا يا دكتور، نورت يا حضرتك دكتور عودا سماح، حميدا. وبرحب بضيوفك الكرام، برحب بالاستاذ ضيف توفيق الكبيري، برحب بالاستاذ خميس سعدي، نعم شكرا. برحب بهم. ودائما مجموعة الصقر العربي كانت محتضنة لكل شعراء تونس، بداية من بدايتها كان أستاذ صلاح الورداني، أمال رجب، سونيا عمراني، منيا محمود، شعراء من تونس كثير كثير كثير. كانت بدايتهم مع مجموعة الصقر العربي، وكان تألقهم على مجموعة الصقر العربي. تحية لإخواننا من تونس، وتحية لشعب تونس الكريم، وتحية للقيادة التونسية اللي أعلنت تضامنها مع مصر. تحية لشعب تونس وتحية لقيادة تونس، وكلنا بندعو الله أنه يعني يحفظ إخواننا في فلسطين ويجعله آمنين بحق الأيام المفترجة. أيضا بندعو الله أن يكون حافظ لهم ويكون سندا وعونا ومعينا لهم ضد أعداء الله، أو ضد المجنون، أو ضد من يقولون لهبل، أيا كان المسمى. فلهبل اهبل، يعني لهبل يهبل يا عبيط يا بريالة، اوعى تجينا في الحالة. دكتور يا دكتور، لا هقولها على مسؤوليتي وهخرج. اسمحوا لي بس الاخوة بتونس، يهبل يا عبيط يا بريالة، مصر بلد الرجالة، اوعى تجيلك الحالة لحلبسوك المريالة. مش هقول لك اكتر من كده، بقية القصيدة شايلها لك يوم السبت. يا رب البث ميت عليا. برحب بالاستاذ توفيق الشاعر الكبير، برحب بالاستاذ خميس سعدي الشاعر العظيم، وتحياتي ليكم واهلا ومرحبا بكم في مجموعه الصقر العربي الثقافيه. برحب بكل ضيوفنا الكرام، ولكم مني التحيه، والبيت بيتكم، واستاذنكم وعن اذنكم. شكرا جزيلا يا دكتور، وسعدنا بمداخلة حضرتك وبترحيبك بالسادة الضيوف. وبنؤكد أن مجموعة الصقر العربي الثقافية بيت الشعراء في جميع أنحاء الوطن العربي، وبنسعد وبنشرف بهم. وهذه هي رسالتنا، أن ندمج وأن ننصهر في الثقافة العربية في كل أنحاء الوطن العربي، كي نستفيد، كي نستمتع، كي ننقل الحضارات وننقل التجارب الأدبية والشعرية والشعورية. وهذا يثري الحراك الثقافي بشكل عام، ويثري أيضا الذائقة عند الشاعر والمستمع بشكل خاص. ضيوفي الأعزاء، يعني أنا سعيدة جدا بحضراتكم. هاخد الأستاذ محمد أحمد فليفلة، شاعر من مصر، له مداخلة معنا، أتمنى ينضم إلينا. هنسمع من الأستاذ خميس السعدي. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. أهلا بيكم جميعا، تحياتي للأستاذة سماح وتحياتي للجميع. أهلا وسهلا بحضرتك شاعرنا المتميز، نورت وشرفت حضرتك. أهلا وسهلا بالجميع. كل سنة وانتم طيبين، ودايما كده في تقدم، ودايما كده في نقاشات جميلة وراقية. تحياتي للجميع.
كل الشكر وسعيدة جدا بتواجدك وبمشاركتك في البرنامج. عودة إلى الأستاذ خميس السعدي، هتسمعنا إيه حضرتك؟ أنا أسفة لمقاطعتك، ولكن دايما البرنامج البث المباشر بيكون فيه مداخلات وبيكون فيه لا مقاطعات. بأس اتفضل لا يا بأس، أعي ذلك وأنا متعود بمثل هذه الأشياء، وطبعا الترحيب الوافر وكل الحب الغزير لضيوفك الكرام، وبالعكس أنا ممتن كثيرا لسعة صدرك ولشبكة العلاقات الجديدة، ممتن كثيرا أن نعتبر الصداقات أو العلاقات الإنسانية هي صفحة مفتوحة لا نهاية لها. بالنسبة في تقديري قلبي يسع الجميع إلا من حاقد أو يعني معتد على أرضنا الحبيبة فقط. دون ذلك فالإنسان بالنسبة إلي هو له كل الحب. وفي هذا المعنى أنا أقدر كثيرا هذه القيمة، ويوم الأحد إن شاء الله بإذن الله حصة الناس الباهية ستعتني بهذه القيمة، قيمة المحبة، الشغف، الغرام بكل شيء، أساس العلاقات الإنسانية، قبل ذلك مع ربنا وطبعا الوطن، ونبني هالعلاقة. كلما كان الحب كلما كانت الأمور جميلة وعال العال وكويسة كما تقولون في مصر الحبيبة، وتكون حلوة. الناس الباهية أنا تعدوا معايا ضيوف من مصر، فالناس الحلوة، الناس الكويسة، الناس الجدعة، الناس الجميلة. فأنا أقول إن شاء الله أنا بس عايزة أقول لحضرتك حاجة، إن إحنا على منصتنا وفي مجموعتنا لن تجد إلا الناس الحلوة الجميلة، لن تجد للحاقدين بيننا مكان ولا إلينا سبيلا. نحن هنا نجتمع على الكلمة الهادفة، على الأدب الراقي، على الاحترام وإرساء روح السلام والمحبة. غير ذلك لن تجد ولا لأي شخص يحمل ضغينة أو حقد أو ما شابه مكان بيننا. نحن اليوم في تجمع يعني أزعم أنه عربي خالص، قائم على الود وعلى الكلمة الطيبة. هو تثمين لكلامك دكتورة، رهو الخير أكثر كما أقول دائما، غير أن العيب أظهر. يعني الناس الباهية والحلوة الكويسة هي أكثر، فقدت العيب، الأمر المعيب يظهر. أما أمة يعني الخير لا ينقطع من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الخير أكثر. هذا هو. فأقول في أنشودة سميتها أنشودة الرحيل، أقول: لم يبق إلا الليل يؤنسنا، همسات الأم تغذينا، لم يبق إلا اللحن يسعدنا، وصوته العذب يسقي فيروينا، كل العواطف تفنى وتنتكس، ويبقى الحب ساكنا فينا، فهل من وفي للعهد يحميه ويحمينا؟ جاد الزمان بأوجاع ملونة، وكذا الأحزان تكسو بعض ليالينا، كل الجروح تشفى وتندمل، وجرح ذي القربى عصي غائر فينا، قد حار الطبيب وقال بي وجع، فمن يداويه حينا وحينا يداوينا؟ رحماك ربي منك نرجو مغفرة، عفو كريم نعصيه ويهدينا. الله الله الله. محمد أحمد، أنا بعت لحضرتك تاني لأن واضح إن حضرتك سمعت مننا. كلماتك كما قال الدكتور. نعم. أستاذ توفيق حضرتك معانا؟ أستاذ توفيق، أنا الصورة مش واضحة عندي. أستاذ توفيق موجود معانا ولا مش موجود؟ نعم أستمع إليك جيدا. طب هو نعم توفيق ولا لا؟ حضرتك شايف؟ طب هو مش سمعنا تقريبا. أنا في الاستماع، أنا في الاستماع. طب حضرتك هتقدر تشارك معنا بحاجة دلوقتي؟ أريد أن أكرم أبي وأمي من خلال هذا المنبر الأدبي في مصر، وهو شرف للانضمام إليه، وأريد أن أرحب بك كما أريد أن أوجه أسمى تحياتي لك ولكل شعرائنا وأدبائنا الكرام. أبي ودك فيح وورد،
كتبت لأمي القصيدة والقصيد، ولأبي أكتب فيه من نبراتي، وأكتب وأنا المتخيل حبوي لماما، وأبي بالعين والقلب يسبق عثراتي. تعثرت يا سادتي في خطوات مشي، تعثرت يا سادتي في خطوات مشي، وكتبت أنا الحاب في خطواتي، فرمت البكاء وأنا المستجد في حبوي، فرمت البكاء وأنا المستجد في حبوي، ولكن أبي قبل البكاء كفكف عبراتي. إذا عقدت سحنتي للبكاء من ألم، ناغاني أبي بالصوت فتبرأ كدماتي، ويزول الوجع وأنا البريء يا سادتي في المهد، ولكن أحمل من أبي قسماتي. وكبرت رويدا رويدا كما تكبر الوردة، وأبي يسقي بالحب من حالم درناتي. وإذا تكدرت نفسي يوما وجدته بالقرب يواسيني، فتزول بالقرب آهاتي، ويلملم أبي شتات جرحي إن نزفا، ويعرف الجرح الخفي من نظراتي. وقد علمني أن صوتي لا يعلو فوق صوت الكبير، وأن أكتم كدراتي. يقول أبي لا تبح بالجرح لغير أبيك، ولأمك بح وتعرف أمي منبع سكناتي. وعلمني أن للكبار في أهل هيبتهم، عمي وعماتي وخالي والجار وكل خالاتي. وعلمني ضروب القول كشدو الحسون في الفنن، وعلمني ضروب القول كشدو الحسون في الفنن، وعلمني أن العلم وجاء وخلف في مماتي. وشكرا. شكرا لحضرتك على هذه القصيدة التي تحث وتدعم وتنمي الروابط الأسرية والمحبة والسلوكيات القويمة والأدب والأخلاق. يعني ختامه مسك زي ما بيقولوا. يا أستاذ توفيق، سعدنا جدا 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 بوجود حضرتك في حلقتنا الليلة، وإن شاء الله نتمنى أن حضرتك تكون معنا دايما في الحلقات القادمة. نعم عزيز. نعم، مين نزل؟ لك كل الشكر والتقدير أستاذتنا كريمة الختام أشيأتي. كل الشكر والتقدير لك وللأديب السامق أشرف هاشم حسين، ولكل الأدباء والشعراء الذين يبذلون قصارى الجهود لإثراء الساحة الأدبية. ومنبركم الأدبي صراحة هذا أتاح لنا فرصة التلاقي والتواصل، وأدعوكم من مكان هذا لتكونوا ضيوفا أعزاء تدلون بدلوكم في إذاعتنا في ابن خلاد في نابل من الجمهورية التونسية، من خلال برنامجنا الناس الباهية، والذي ينشطه الإعلامي الأخ والصديق القدير الأستاذ خميس السعدي، وبرامج أخرى من تنشيط الدكتورة إيناس طوير مديرة الإذاعة، وهي امرأة خلوقة وتواصلية. كل الشكر والتقدير لكم، ولتستمر الحياة ويستمر القلم. الشعر رحم بين أهله، وسعداء بوجود حضرتك، وإن شاء الله سنتواصل وحضرتك هتتواصل مع الدكتور أشرف وتنسقوا اللقاءات القادمة، ونسعد بكم دائما ضيوف أعزاء في برنامج صقور الشعراء في الوطن العربي على أكاديمية الشعراء العرب، من مصر الحبيبة إلى تونس، وأواصر الحب والمودة موصولة. شكرا لحضرتك يا أستاذ توفيق الجباري. وهنختم مع الأستاذ خميس السعدي بقصيدة، ثم نستكمل فقرات حلقتنا الليلة. تفضل يا أستاذ. طبعا كلمة في الختام: كل الشكر، كل الامتنان، كل المحبة، وهذه هي اللقاءات الإنسانية الجميلة الراقية. أنا أسمي كل من يدفعني لكل معنى جليل وقيمة جميلة أسميه ملهما أو ملهمة. لذلك قلت: أيتها الملهمة، كيف غبت عن حياتي ولم؟ كلما كان الفراق جف حبري ولساني ما تكلم. لم يعد وجهي ضحوكا، فكيف لي في أن يتبسم؟ لا تغيبي لا تغيبي وارحمي قلب محب، كلما تناأيت عني
بكى قلبي وتجهم. الله. ولا يسعني إلا أن أقول يعيشك، الله الله تحياتي الله. واشواقي سعيدني بك. بالتونسي. يعيشك، ربي يفضلك، ربي يعزك، ربي يعلي مقامك. وشكرا للقائمين على هذا الصرح الأدبي الجميل وعلى هذا التواصل الأنيق مع مصر الحبيبة وأهلها الطيبين وسائر المتابعين على أكاديمية الشعراء الموقرة والرائعة. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم ونشرف بكم دائما على منصة أكاديمية الشعراء العرب وبرنامج صقور الشعراء في الوطن العربي. كل التحية والتقدير الشاعران القديران الأستاذ توفيق الجباري والأستاذ مميز شكرا. السعدي. شكرا جزيلا، ويعني إن شاء الله نلتقي في مرات قادمة بإذن الله. بإذن تحياتي الله. تحياتي وأشواقي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. كل التحايا والتقدير لكم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دكتور نجيب، أهلا وسهلا، عودا حميدا. أيوة دكتورة، حلقتك. يا دكتور نجيب، عندنا معانا الأستاذ محمد أحمد فليفل من مصر. تفضل يا دكتور نجيب، الكلمة لحضرتك. لا أريد أن أثني على هذه الحلقة التي كانت دسمة للغاية، وضيوفك كانوا من فئة الشعراء الذين يتشرف بهم منبرنا هذا، ولقد استمتعت بقصائدهم لأنها كانت قصائد جليلة وبليغة وجميلة فقط. الحمد لله. وضيوفنا كالعادة من العيار الثقيل. بنرحب بالأستاذ منجي كيفي تقريبا، بأستاذ محمد هشام. طبعا الأسماء بالتونسي النهارده ضيوفنا وجمهورنا من تونس أكثر من مصر. وبنرحب بالأستاذ يوسف حسن علي، الأستاذ عبيدي منيف، الأستاذ محمد عبده صديق، والأستاذ اسم جرى أستاذ محمد أحمد فليفلة صديقنا العزيز. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور نجيب، وحياتي الجميع. أهلا وسهلا. أهلا. سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده، وهتسمعنا ايه؟ طبعا ان شاء الله احنا داخلين على رمضان، فاقول قصيده بعنوان هلال رمضان. الله. كل عام وحضرتك طيب وبخير، وكل مشاهدينا طيبين وبخير. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اتفضل يا استاذ محمد. هلال رمضان، الله اكبر في قلوبنا وفي كل مكان، ارواحنا سكناها الفرحه بهلال رمضان. صومك صيامك لك صحه، حسنات يا عبد الله اولى، ما تخلي نظره ولا كلمه بيها وتغضب المولى. شاهدة عليك أيام رمضان، رمضان ده فضله علينا عظيم، ويا ريته كان العام كله مسلم وصامه بقلب سليم. بفضل حاله هيدله على جنة الخلد أمين، من باب دخول اسمه الريان، نهار صيام وصلاة وتراويح، لكل خير بنتمنى، وليل صيامه أكيد تصريح للعبد بدخوله الجنة. يا رب غفرانك عفوك من أي سهو أو نسيان، الله أكبر في قلوبنا وفي كل مكان، أرواحنا سكناها الفرحة بهلال رمضان. الله يعني الله الله. حسينا بالفرحة فعلا، وبأجواء رمضانية جميلة وبالهلال، وكل عام وحضرتك طيب وأحسن. اتفضل يا دكتور نجيب. دكتور نجيب. طيب استاذ محمد هسمعنا ايه تاني؟ ايوه سامح. استاذ محمد سامع حضرتك. بس انا
الصورة عندي واضحة بس عندكم مش واضحة، ايه السبب؟ انا اساسا مش شايفه لا حضرتك ولا الدكتور نجيب، انا شايفه نفسي بس. حتى ضيوفي الاعزاء اللي كانوا منضمين لي ما كنتش شايفاهم. ف يعني واضح ان النت تمام. ضعيف النت النهارده. ضعيف. ولكن انا بخرج بعدين بدخل بعدين. ما تخرجش بعدين، انت اوكي. منورنا، انت منورنا. او عشان النت ضعيف فهو بيفضل يخرج ويدخل تاني. طيب يا دكتور نجيب، احنا مع حضرتك في اللي انت شايفه. يعني عايز حضرتك تخرج اتفضل، عايز تستمر معانا برضو كيفما تشاء. استاذ محمد هتسمعنا ايه؟ هقول حجة وزيارة للنبي. يا رب حقق مطلبي، حجة وزيارة للنبي طه الأمين، خير البرية كلها، مسك الختام وعطرها، شمس أنارت مشرقي، قمر الضياء لمغربي. يا رب حقق مطلبي، حجة وزيارة للنبي، للكعبة زور يحوتني نور في ايديا من الجنة الحجر، بعد الجمرات من العرفات بفضل ربي يكون غفر، بدعائي وشفاعة النبي. يا رب حقق مطلبي، حجة وزيارة للنبي، للكعبة طوف، للكعبة طوف وزور وشوف المصطفى، روحي يا قلبي على الهنا في السعي بين مروة وصفا، أنا قلبي كان قبلي هنا كان شوق شراع على مركبي. يا رب حقق مطلبي، حجة وزيارة للنبي. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الهادي النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روعة يا أستاذ محمد. يعني كلماتك بسيطة وفي نفس الوقت عميقة وتلمس القلب وبها إحساس، وأبدعت الحقيقة. سمعنا إيه تاني يا أستاذ محمد؟ هقول خير الأنام. يعني أنا عايزة أقول بقى يا جماعة إن ختامه مسك مع أستاذ محمد أحمد فليفلة من مصر في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، التي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها على عباده برحماته. يعني اللهم اغفر لنا وارحمنا وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان. يعني الحقيقة يا أستاذ محمد أنا سعيدة جدا بمداخلتك، لأنها متناسبة جدا مع هذه الليلة المباركة وهذه النفحات الطيبة. أنا طبعا بكتب اتفضل يا أستاذ. قصائد عاطفية ووطنية ودينية، بس أنا قلت أختار يعني دول يعني أنسب يعني، فهقول أنا عارفة حضرتك قلمك متنوع وبتكتب في كل المواضيع، بس يعني اختيار موفق جدا من حضرتك. والحقيقة أنا أشعر بقشعريرة وأشعر بخشوع أثناء ما حضرتك بتلقي القصيدة الجميلة. اتفضل يا هقول فندم. خير الأنام، لما نصلي، لما نسلم على الحبيب خير الأنام، هيجي فرح. لما نصلي، لما نسلم على الحبيب خير الأنام، هيجي فرح وننسى جرح وتطيب ألام يوم مولده من كل عام. يا مسلمين وحدوا صلوا على خير الأنام، عليك حبيبي عليك شفيعي، أجمل صلاة وأعظم سلام، أجمل وصية من نبينا، ليتيم وغالي لو رأينا، لراسه نمسح بين إيدينا، وبقبلة صافية على الجبين، نرويه حنين نملاه حياة ونسعده يوم مولده من كل عام. هيجي فرح وننسى جرح وتطيب ألام، لما نصلي لما نسلم على الحبيب خير الأنام. يا مسلمين يا موحدين بالله، إسلامنا لينا أصل حياة، وحبنا لنبينا واصل مداه، لينا كتير في محبته، ويا رب نسكن جنته، والله ليها مشتاقين، والنهر كوثر بين ايديه
يروي قلوبنا بالحنين. يا بخت مين راح تسعده يوم مولده، من كل عام هيجي فرح وننسى جرح وتطيب آلام. لما نصلي لما نسلم على الحبيب خير الأنام، على نهج النبي سير يا مسلم، يمكن يجيلك يوم تسلم على نبينا في جنته. والحمد لله وانت مسلم بعد ما تصلي تسلم، محلاه إمام بنجدده يوم مولده. من كل عام هيجي فرح وننسى جرح وتطيب آلام. لما نصلي لما نسلم على الحبيب خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وختامه مسك زي ما بيقولوا يا أستاذ محمد. يعني لو حضرتك حابب تختم بحاجة أخيرة نكون سعداء جدا. أستاذ عزة ناصر، أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. أقول مصر، قصيدة لمصر. مصر يا أجمل دنيا على مر الأوقات، أحزاني معك ثانية وتاريخك حكايات. يا بلاد المحبة والخير والأمان، محفوظة يا بلادي بآيات القرآن. وياكي أفرحنا بتنسينا جرحنا، وعلى أرضك المصري بطولاته أكيد حصري على مر الأزمان. يا مصر الأصيلة يا بلدي الجميل، بنعشق ترابك تاريخك عظمتك في هرمك في نيل. بحبك يا بلدي ومن بعد ولدي، يا عز الحياة يا طرح النخيل. يا بلادي كتابك مليان بالعهود، وجندك المصري ثابت على الحدود. سافرت وبعدت لأرضك رجعت، ربيعك ورود هناكي ساعات. مصر يا أجمل دنيا على مر الأوقات، أحزاني معك ثانية وتاريخك حكايات، وتاريخك حكايات. أحسنت وأبدعت يا أستاذ محمد، وبنتشرف بوجود حضرتك معانا، ونتمنى تكون معانا كل خميس إن شاء الله. خميس بقى عشان الشغل إن شاء الله. إن شاء الله. بنرحب بالأستاذ الدكتور محمد أبو ليلى، أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة يا دكتور نجيب، ونحن الآن في الدقائق الأخيرة من حلقتنا. تحب تقول لنا إيه؟ أنا حابب أقول لك في قصيدة طلبوها مني الناس، فحابب أقراها مرة تانية لو سمحت. طبعا تحت، اتفضل، يسعدنا ذلك. رغم اني مني شايف حدا، بس شايف حالي فقط لا غير. وانا كمان والله نفس الوضع. قبل ما اختم، كلنا كل واحد شايف نفسه، حاجه غريبه جدا يعني. بدي اثني على الحلقه، بدي اثني على الشاعر وحديثه عن رمضان، اثني على كل الذين قدموا لنا في هذه الليله اجمل قصائدهم، وأتمنى لهم طبعا عيدا سعيدا وشهر صيام مبارك بإذن الله. القصيدة تقول: إلى أين أذهب؟ إلى أين أذهب؟ إلى أين أذهب؟ كل يوم أحس أنه أصعب. هل قد نسيت أنني ملك يغلب التاريخ وليس يغلب؟ ماذا أقول لسفينة التي بدأت تلوم شراعها المتعب؟ ماذا أقول؟ علموني، فأنا قد صرت أرغب ما لست أرغب. ما لي أحن؟ ماذا أصابني؟ أقلبي هذا الرقيق المعذب؟ لست أنا، لا بل أنا، قلمي وأوراقي وطاولة المكتب ليست هي، لا بل هي غرفتي وسجائري، كأس الذي أنا منه أشرب. إلى أين أذهب؟ إلى أين أذهب؟ ماذا فعلت بي؟
يا أجمل كوكب، كلما حاولت الهروب أراكِ تقتربين مني أقرب وأقرب. قد كنت أضحك على كل حبيب صدمته ليلى أو تركته زينب، ما لي أنا أبكي وقد كنت أنا من الصخر أصلب. أدمعتي هذه أم أنهم قد دبروا لي في العين مقلب؟ بلى دمعتي أنا أعرفها من بين 1000 دمعة تسكب. إلى أين أذهب؟ إلى أين أذهب؟ صرت أخاف من كل مذهب. لست أنا هذا، بل ربما قلبي تمرد على ما كنت أرهب. لست أنا هذا، بل ربما قلبي تمرد على ما كنت أرهب. لست أنا هذا، بل إنه هو الكون وعد أرحب. لست أنا بل ربما حلم أفيق بعده ويذهب. أنا أحبه؟ لا، ليس أنا من يرضى أن بالصوت يضرب. أنا أحبه؟ لا، لست أنا ملك ليس يغلب. أنا أحبه؟ لا، لست أنا من يؤمن أن الله يصلب. أنا أحبه؟ أنا أحبه؟ بلى، كفى كذبا حساب لم يكن في البال يحسب. حساب لم يكن في البال يحسب. هذا التفسير الذي أخذتنا إليه يا دكتور نجيب، وهذا العمق وهذا الألم وهذا الإحساس وهذا البوح النازف ألما وشوقا وحبا، ماذا نقول في إبداع شيخ الشعراء غير الله الله الله. أنا أولا أتشكرك جدا لأنك أنت عم بتقدمي بالفعل، أنت عم بتقدمي خير كبير لهذه المجموعة في انتقائك هذه المجموعة من المنطقات المصفات النقية من الشعراء. يعني نحن ندين لك بهذا العطاء الكبير الذي تقدمينه كل يوم خميس صقور الشعراء العرب. وأنا أدين لك أيضا بهذه الكلمات الجميلة التي تشجع كل الشعراء على المتابعة وعلى إكمال الطريق التي بدأناها. اليوم بالفعل أنا شعرت أنني في سوق المربد أو في سوق عكاظ. أخذتيني إلى تلك الأيام التي كان فيها العرب يتبارون في الشعر ويتكلمون الشعر. يعني اليوم بتلاقي الشاعر يقول قصيدة يرجع يرفقها بقصيدة أخرى، الثاني يقول قصيدة ويرجع. يعني هذا وكل القصائد جميلة. وعرفتيني بالفعل أن في تونس شعراء كبار، شعراء لم أكن أعرف أنهم موجود، يعني أن لهم هذا الضغط. أعرف أنه شعراء ولكن لم أكن أعرف أنهم لهم هذا الضغط. بوركوا لأنهم يعني هؤلاء تعرفوا على اللغة العربية يعني متأخرين جدا، ولكنهم استطاعوا أن يتسابقوا وأن يصلوا إلى هذا شيء يحسب لك سيدتي. وأتمنى أن يبقى هذا البرنامج في المقدمة. القصيدة التي أسمعتك إياها هي من القصائد القديمة التي أرتاح عندما ألقيها. أنا أرتاح مع القصيدة التي أعرفها، الجديدة ربما أعرفها ولا أعرفها. وأشكرك على كل كلماتك. وأنا دائما أريد أن تختمي أنت البرنامج بقصيدة منك أو بمقطع من قصائدك كما أنت تبغين. يا دكتور نجيب، يعني أنا يعني حضرتك أفلجت صدري بكلماتك وبرأيك في البرنامج، وأتمنى دايما أني أكون عند حسن ظنكم وأقدم
هذه المجموعة التي أحبها كثيرا، وأسعد بكوني أحد أفراد أسرتها، إني أقدم لكم ما تستحقونه. كل الشكر لك ولدورك المهم والكبير والفاعل في البرنامج أيضا. يعني البرنامج ليس هو سماح مشعل فقط، البرنامج هو دكتور نجيب روفا سفري قبل سماح مشعل طبعا، بعلمك الغزير وبمكانتك الكبيرة، ونحن يعني نكمل بعضنا البعض يا دكتور، أو بعضنا البعض يا دكتور نجيب. نحن منظومة عمل. كل التعليقات. أحسنت، قصيدتك جميلة وشعرك جميل، أحسنت. شكرا يا أستاذ محمد. يعني دكتور نجيب دايما متواضع، ما بيحبش يتكلم عن نفسه كتير، ولكن هو من هو، يعني أستاذ الأدب العربي بجامعة بيروت، نحن جميعا نعرف قدره وقيمته جيدا. يعني شكرا لك، وشكرا لضيوفنا اللي شاركونا الحلقة النهاردة، الأستاذ توفيق جباري الشاعر التونسي القدير، وأيضا الأستاذ خميس السعدي الشاعر التونسي القدير، الأستاذ محمد أحمد فليفلة الشاعر المصري القدير، الدكتور نجيب روفا سفري الشريك الأساسي في برنامج صقور الشعراء في الوطن العربي. أيوة والله أنا عارفة أن الدكتور نجيب أساسي يا دكتورة وفاء، أنا عارفة. يعني أحد أعمدة هذا البرنامج، ويعني أقول إيه، هو بس هو يحب يتواضع. شكرا لكم، كل عام وحضراتكم طيبين. هذه الليلة المباركة يعني كلنا نتوجه بالابتهال والدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل القادم أفضل لمصر والوطن العربي كله. أستاذ محمد أحمد فليفلة، يعني أسعدتنا بقصائدك التي أثنيت فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا نذكره ونصلي عليه، وقصيدتك عن مصر أيضا. شكرا ليك ولوجودك معانا في البرنامج، وبنرحب بوجود حضرتك دايما معانا إن شاء الله. الجميع. تحياتي ليك، تحياتي. اتفضل يعني قول كلمتك للمشاهدين. شكرا لك جدا. تمام، شكرا لحضرتك يا أستاذ محمد، نورتنا. أختم بحاجة، أقول نعم. يا رب إن شاء الله آخر حاجة. طيب عشان يبقى الختام ذكر الله. قول يا رب هتمحي بيها ألف خنقة واكتئاب. قول يا رب هتلاقي فرح في بيت كبير والفرج فيه له ألف باب. هي حياة بحلوها بمرها هتعيش وتكبر بعد الشباب. فرض ربك في صلاتك في صيامك، بدعاء تنوله في ليل بطوله، في قيام وسجدة للوهاب. واعمل حساب للآخرة قبل الدنيا دايما، وسيب أمورك لمسبب الأسباب. واستعن بالله وخلي عملك يبقى صفحة خير، وقدم الأجر فيها بدون حساب. وقول يا رب هتمحي بيها ألف خنقة واكتئاب. قول يا رب هتلاقي فرح في بيت كبير والفرج فيه له ألف باب. شكرا. يا رب. أجمل من قول يا رب. يا رب. شكرا يا أستاذ محمد على هذه المداخلة الرائعة، وكل عام وحضرتك طيب وبخير. تحياتي ليك، ونلقاك على خير إن شاء الله. ولا يسعني في النهاية إلا أن أشكر حضراتكم السادة المتابعين لبرنامج صقور الشعراء في الوطن العربي على منصة أكاديمية الشعراء العرب. رئيس مجلس الإدارة الأديب الدكتور أشرف هاشم حسين، الأديب الدكتور نجيب روفا سفري، وطبعا معالي السفير الأب الروحي لمجموعة الصقر العربي الثقافية الدكتور حسن أحمد أبو عفيفة، وكل إخوتنا والأستاذة وفاء الصوحي، حور الراعي، إلهام ورغي، ندى عزت، ناهد إبراهيم، عزة أحمد، منار الشيخ، مين تاني يا رب ما انسى حد يعني. مين يا دكتور؟
دكتور نجيب غششنا عشان ما انساش حد. أمال وطبعا امال عامر اختي وعبير الخبيري. الحمد لله افتكرت كلهم، وخضري طبعا اللي منورانا في البث النهارده. جزيل الشكر لحضراتكم، كل عام وانتم بخير. اللهم بلغنا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، ونلقاكم الخميس القادم في برنامج صقور الشعراء في الوطن العربي 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.